أخواتي الغاليين، لو ظهر أي إعلان فيه موسيقى أو مخالفة لدين الله أرجوكم اعملوا تخطي للإعلان أو وطوا الصوت لحد ما يبدأ الفيديو. بحبكم في الله. السلام عليكم، أهلا بيكم كلكم في قناتي، قناة حكايات آيات. النهاردة إن شاء الله قصة جديدة تعجبكم وتستفيدوا منها، بس ما تنسوش قبل ما نبدأ اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعليق بقى حلو منكم. واللي عنده أي قصة حابب إن أنا أنزلها يبعتها لي على صفحة الفيسبوك، هيلاقي الصفحة إن شاء الله في صندوق الوصف. ويلا نصلي على النبي ونبدأ القصة. ازيكم عاملين ايه؟ أنا أمينة، معروفة الحمد لله في الحارة عندنا بالأدب والاحترام، والكل بيشهد بكده الحمد لله. لكن دايما حياتي فيها تحديات كتيرة. أنا البنت الوحيدة لأمي الحاجة زينب، اللي كانت أرملة من سنين طويلة. بعد وفاة أبويا في حادث شغل، بدأت أمي تشتغل في حاجات تقدر عليها عشان تربيني وتعلمني. أنا بقى الحمد لله كان حلمي إن أنا أبقى مهندسة، رغم إن كنت في حارة شعبية وأغلب بنات الحارة كانوا بيتجوزوا بعد ما يخلصوا الثانوية، لكن أنا كنت شايفة حاجة تانية لنفسي. دايما كنت بقول لأمي: يا أمي، أنا عايزة أبقى حاجة كبيرة، نفسي أريحك من كل التعب اللي انت فيه ده. وكانت أمي رغم الظروف الصعبة اللي كنا عايشين فيها كانت دايما بتشجعني وتقولي: ربنا هيكرمك يا بنتي، وانت تستاهلي كل خير يا حبيبتي. بعد وفاة أبويا عشت طفولة مش سهلة، ما بين المسؤوليات اللي بشيلها مع أمي وما بين مذاكرتي وطموحي. الحمد لله أنا كنت شاطرة جدا في المدرسة، وكنت دايما من الأوائل، رغم إني كنت بذاكر تحت نور الشمعة في بعض الأحيان لما الكهرباء تقطع في الحارة. كبرت على الإصرار والتحدي، وعرفت من بدري قوي إن الحياة مش سهلة، لكن دايما كان عندي إيمان قوي إن ربنا أكيد هيعوضني. لما خلصت الثانوية العامة جبت مجموع كبير، وكنت قريبة جدا إن أدخل كلية الهندسة، لكن المشكلة كانت في المصاريف. الدنيا كانت صعبة، وأمي مش معاها غير شغلها البسيط اللي في البيوت، اللي يدوب بيوفر لنا الأكل والشرب. وهنا بقى بدأ الصراع الداخلي اللي جوايا، وبقيت أقول لنفسي: هو أنا ممكن أسيب حلمي ولا لازم أكمل بأي طريقة؟ وبعد تفكير كتير ودعاء كتير مع ربنا قررت أشتغل عشان أقدر أكمل تعليمي من غير ما أقول لأمي عشان ما تزعلش وما تحسش إن هي مقصرة في حقي. بدأت أدور على شغل بعد المدرسة. أول شغلانة لقيتها كانت في محل بقالة في الحارة. صاحب المحل كان عارفني ويعرف أمي كويس جدا، ووافق إن هو يشغلني بمرتب بسيط. كنت بشتغل كل يوم بعد المدرسة، ولما أمي عرفت زعلت جدا في البداية وقالت لي: يا بنتي، أنا مش عايزاكي تشتغلي ولا تتبهدلي، أنا اللي لازم أشيل عنك مش العكس. يا أمي يا حبيبتي، إحنا لازم نساعد بعض، وأنا يا أمي معلش مش هقدر أسيب حلمي مهما حصل. سكتت أمي ووافقت إن أنا أكمل شغل، وبدأت بقى إن أنا أقسم وقتي بين الشغل والمذاكرة، وكنت بسهر للصبح ساعات كتير قوي عشان أقدر أخلص واجباتي. كتير كنت بسأل نفسي: هو ده العوض اللي كنت بحلم بيه؟ لكن كنت كل مرة أفتكر إن مفيش حاجة بتيجي بالساهل، وإن ربنا أكيد مخبيلي حاجة حلوة، وأنا الحمد لله بتعب وبعمل بالأسباب. مرت الأيام وقدرت أحوش جزء من مصاريف ودخلت كلية الهندسة، وكانت دي أحلى لحظة في حياتي. حسيت إن جزء كبير قوي من حلمي اتحقق، وقلت خلاص هانت. لكن للأسف الفرحة ما كانتش كاملة، لأن الجامعة كانت بعيدة قوي والشغل بقى أكتر من الأول. كنت بروح الجامعة الصبح وارجع الشغل بعد الظهر، واشتغل لحد بالليل واذاكر لحد الفجر. انتوا متخيلين كمية التعب اللي كنت فيه؟ كان جسمي بيصرخ من التعب، لكن روحي كانت مليانة إيمان. كنت دايما أعيط لربنا لما أحس إني تعبت ويئست، وأقول له: يا رب، يا رب أنا تعبت وأنت شاهد وأنت أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والله بعد الكلام مع ربنا أنام واصحى تاني يوم وكأن حد طبطب عليا وقال لي: أنا جنبك ومعاكي ومش هسيبك، اصبري وهانت إن شاء الله. المهم في أول سنة جامعة كنت بتعلم حاجات جديدة ومختلفة، وفي وسط تعب الشغل والمذاكرة كنت بحس إن ممكن أنهار في أي لحظة، لكن كان دايما في حاجة جوايا بتقولي: كملي ما تستسلميش. وفي مرة كنت بذاكر لامتحان مهم جدا، لكن بعد ما رجعت من الشغل لقيت أمي مريضة. فضلت قاعدة جنبها طول الليل سهرانة عليها، ونسيت تماما إن عندي امتحان بكرة. لما الصبح جه
لقيت نفسي حرفيا مش قادرة أقوم من على السرير من كتر التعب. اتصلت بزميلتي في الجامعة واللي كانت اسمها حبيبة. حبيبة كانت واقفة جنبي دايما وبتساعدني في المذاكرة. حكيت لها اللي حصل. حبيبة قالت لي ما تقلقيش يا أمنية، خلي بالك بس انت من مامتك، والامتحان ده مجرد محطة، ما تقلقيش بس وإن شاء الله ربنا هيكرمك في الامتحان الجاي، وأكيد يا بنتي ربنا هيعوضك. كلامها كان ليه تأثير كبير قوي عليا. حسيت إن في حد شايف تعبي ومعايا في المشوار حتى لو مش بشكل مباشر. وبالمناسبة حبيبة صاحبتي كان عندها أخ أكبر منها وبرضه كان في هندسة، لكن اتخرج الحمد لله. حبيبة من كتر ما هي كانت بتحبني بتحكيله عني لدرجة إنه سألها إذا كنت مرتبطة أو لأ، وإذا مش مرتبطة يشوفني، وإذا حصل قبول يتقدم لي. حبيبة طبعا كانت فرحانة جدا وقالت له لأ هي مش مرتبطة. ولما شاف صورتي وافق عليا على طول، لأن الحمد لله أنا كنت على قدر كويس جدا من الجمال. وقال لها كلميها وشوفي إذا موافقة أجيب أمي وأبويا ونتقدم لها. حبيبة لما كلمتني في الموضوع مش هكذب عليكم كنت فرحانة جدا، لكن كان جوايا حاجات كتير نفسي أحققها وبالارتباط ممكن ما تكملش. ده غير إني مش معايا أصلا إن أنا جاهز نفسي. اعتذرت لصاحبتي وقلت لها سامحيني أنا مش هقدر أرتبط دلوقتي. صاحبتي تفهمت الموضوع والموضوع اتقفل. عدت السنين وأنا كل يوم كنت بكبر وبتعلم أكتر، وجات اللحظة الحاسمة. قدرت أتخرج بتقدير عالي جدا رغم كل الظروف الصعبة اللي مريت بيها وواجهتها. كانت أمي فخورة بيا جدا يوم التخرج وقعدت تبكي وتقولي ربنا كرمك يا بنتي، الحمد لله يا رب. لكن رغم فرحتنا الكبيرة كان في تحدي جديد مستنيني، اللي هو طب الحمد لله أنا دخلت الجامعة اللي كان نفسي فيها وخلصت واتخرجت بتقدير عالي جدا. طب هشتغل ازاي وهل ممكن ألاقي شغل؟ فضلت أدور على شغل لشهور طويلة، وكنت كل ما أروح مكان يقولولي يا إما محتاجين حد خبرة أو للأسف مفيش فرص دلوقتي. كنت برجع البيت كل يوم وأنا مكسورة وأعيط في حضن أمي وأقول لها هو أنا تعبت كل السنين دي عشان في الآخر أقعد من غير شغل؟ لكن أمي كانت بترد عليا دايما بكلمة واحدة وتقولي اصبري يا بنتي العوض قريب. ما يئستش وكنت كل يوم بنزل أدور على شغل، يا إما أسيب الورق بتاعي لعل وعسى يحتاجوني. وفي يوم كنت قاعدة على التليفون بدور على شغل جديد ولقيت وصلتني رسالة على البريد الإلكتروني، كانت من شركة هندسة كبيرة. الرسالة كانت بتقول إنهم شافوا السيرة الذاتية بتاعتي وعايزين يعملوا معايا مقابلة. ما كنتش مصدقة نفسي، إزاي شركة كبيرة زي دي تعرف عني؟ لكن لما رحت المقابلة اكتشفت إن واحدة من المهندسين اللي في الشركة كان شاف مشروع تطوعي كنت عاملاه أيام الكلية مع زمايلي، وشاف قد إيه إن شغلي كان مميز. بعد المقابلة اتصلوا بيا وقالوا لي إني اتقبلت. فرحتي كانت ملهاش حدود. أخيرا جالي جبر ربنا بعد صبر طويل. بدأت أشتغل في الشركة، وفي أول يوم ليا في الشغل كنت ببص على المكتب بتاعي وافتكر كل لحظة صعبة عديت بيها. هو ده العوض الجميل اللي كنت مستنياه، العوض الجميل اللي بيجي في وقته. وبدأت شغل والحمد لله كنت متفوقة جدا في شغلي، وما كنتش بقتصر على شغلي بس، لأ كنت بطور من نفسي كل يوم. كنت بتعلم حاجات جديدة وأشارك في مشاريع كبيرة. فضل اسمي يكبر في الشركة لحد ما بقيت من أهم المهندسين في الشركة، وده بفضل ربنا وكرمه عليا. والحمد لله قدرت أحقق جزء كبير من أحلامي. لكن كان لسه فيه حاجة ناقصاني في حياتي، ودي اللي هتعرفوها شوية كده. أنا كنت لسه على تواصل مع صاحبتي حبيبة من أيام الجامعة، فاكرينها؟ وكانت بينا الحمد لله صداقة قوية جدا. وفي يوم من الأيام وأنا مروحة من الشغل لقيت حد منتظرني تحت البيت، والمفاجأة إنها كانت حبيبة صاحبتي وأخوها. ولقيته جاي عليا وبيقولي يا أمينة أنا شفت فيك الكفاح والصبر وعايزة أكون معاكي في باقي مشوار حياتك. أنا انتظرتك كتير جدا، فإذا موافقة عليا هطلع دلوقتي أكلم مامتك وبعدها أجيب أهلي. حسيت إن العوض الجميل بتاع ربنا مش بس جه في الشغل لكن كمان في الشخص اللي فهمني وقدرني. وافقت على الجواز من أحمد، وكان جوازنا مليان حب وتفاهم. وبعد كل ده
وأنا قاعدة في بيتي الجميل بتذكر كل لحظة تعب وكل دمعة نزلت من عيني. كنت دايما بقول جبر ربنا ملوش حدود، وكل تأخير أكيد كان ليه سبب. لو كنت استسلمت من البداية ما كنتش وصلت للي أنا فيه دلوقتي ده. العوض جه أكبر بكتير قوي من اللي كنت بحلم بيه. الحمد لله. أمينة كانت رمز للصبر والنجاح اللي جاي بعد التعب. الخلاصة، القصة دي بتحكي إن مهما كانت الدنيا صعبة ومهما كانت الظروف ضدنا لازم يبقى عندنا إيمان بجبر ربنا وعوضه. هو صحيح العوض مش بيجي في الوقت اللي احنا محددينه أو اللي نفسنا فيه، لكن لما بيجي بيكون أجمل وأكمل بكتير.